بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدي وقدوتي وحبيبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أتشرف بالوقوف بين يديكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة لأعبر لكم عن بعض مشاعري تجاه هذا الحفل الكريم، والذي يقام تكريما للأخ الشاعر جمعان خلف المضيبري الرشيدي. والحقيقة ليس بغريب على قبيلة المضابرة من بني رشيد أن تكرم أبنائها الذين يستحقون التكريم، وليس بكثير أن يتم تكريم جمعان خلف الشاعر المبدع الملهم، الشاعر الذي عندما يتكلم بالسياسة تشعر بأنه سياسي من الدرجة الأولى، وعندما يتكلم بالدين والأخلاق تشعر بأنه مطوع من الدرجة الأولى، وعندما يتكلم في الأمور العامة تشعر بأنه خبير متمكن متمرس. هذا الشاعر وأمثاله يستحقون منا التكريم. نحن نكرم لأننا نبني للمستقبل، نحن نكرم أبناءنا كي يكونوا قدوة للأجيال القادمة. فليس بغريب على قبيلة المضابرة، وليس بكثير على الأخ جمعان خلف هذا الحفل الذي يتشرف بهذه الوجوه الطيبة الكريمة.